السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نهضروا على المصنع اللي غادي يتبنى في بن سليمان واللي كيتعتبر كنقلة نوعية في مجال صيانة وتطوير الطائرات المقاتلة وطائرات النقل في المغرب. وهذا المشروع فغادي يتم عبر شراكة واللي داخله فيها شركة سابينا البلجيكية، ثم شركة لوكيد مارتن الأمريكية، ثم شركة ميدزيد المغربية. وهذا المصنع فغادي يتبنى على مساحة 15,000 متر مربع، وتحديدا في القاعدة الجوية التابعة للقوات المسلحة الملكية في بن سليمان. وغادي يتم فيها تطوير وصيانة الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية فحال F-16 والسي 130 وغيرهم من الطائرات. زائد واللي مهم بالنسبة لنا هو أن هذا المصنع ملي غادي يسالي في النصف ديال سنة 2026 فغادي تبدا فيه حتى عملية تطوير الطائرات المقاتلة المغربية من نوع F-16، واللي كان تم الاتفاق على تطويرها قبل سنوات من الآن، واللي فعلا بدات عملية التطوير ديالها، واللي شملات في البداية أنظمة الحرب الإلكترونية اللي في الطائرة. ولكن حاليا فباقي مراحل التطوير واللي فيها تطوير البدن والمحرك والرادار زائد قمرة القيادة وغيرها، واللي هي تطويرات واللي كتعتبر شاملة واللي غادي تخلي الطائرات اللي عندنا تولي من المستوى فايبر. فراه كان خاصها ضروري تمشي لأمريكا وتبقى تم وقت طويل باش تاخد هاد التطويرات، وبالتالي المغرب ما قدرش يصيفطهم لأمريكا حيت غادي يولي عندنا خصاص الطائرات المقاتلة، خصوصا مع الاستفزازات اللي كديرهم الدول العدو والمرتزقة، أي أننا كنا قدام احتمالية نشوب حرب في أي وقت. وبالتالي فهاد المصنع غادي يوفر علينا بزاف ديال الوقت والمال، والأهم أنه غادي يعطينا خبرة كبيرة في تطوير الطائرات المقاتلة وبأيادي مغربية. عاد باش هذا المصنع جديد غادي يفتح لنا حتى باب إمكانية حصول المغرب على طائرات مقاتلة أمريكية من نوع F-16 من المخازن، واللي ممكن ناخدوها بثمن رمزي ونطوروها محليا هنا في المغرب وتولي من المعيار فايبر، والنتيجة غادي تكون بتكلفة ووقت أقل بزاف من أنها تدار في أمريكا. ورا من غير عملية التطوير اللي غادي تقام في هذا المصنع واللي غادي نهضروا عليها بشكل مفصل في الفيديوهات القادمة، فراه غادي تتم حتى عملية الصيانة واللي غادي تشمل مقاتلات F-16 وطائرات السي 130 الخاصة بالنقل. وانا هنا ما كنقصدش عملية الصيانة العادية والدورية، ولكن كنقصد عمليات الصيانة العميقة من المستوى السي والدي، واللي كيتم فيها تفكيك الطائرة المقاتلة بشكل كامل وقطعة قطعة باش كيتم فحص الأنظمة بدقة وإصلاح أو استبدال القطع، وحتى فحص الهياكل الداخلية للطائرة واللي ما كتبانش بالعين المجردة، واللي كيخصك تفكك الطائرة بشكل كامل باش تشوفها. وبالتالي في هذه العمليه المعقده غادي تولي تدار هنا في المغرب بلاص ما نصيفطوا الطائرات ديالنا لامريكا. ورا الدول العدو مثلا وحيت الطائرات ديالهم الروسيه الصنع فعندها عمر افتراضي اللي ضعيف بزاف واللي كيتعتبر اقل من الاف 16 المغربيه بثلاثه ديال المرات، فراهم في كل مره كيحتاجوا صيانه من المستوى السي او الدي، فراه كيضطروا انهم يصيفطوا الطائرات ديالهم لروسيا ويتسناو اشهر من عمليه الصيانه عاد باش كيرجعوها. وبالتالي في المغرب وفي هذه الحالة غادي يربح الوقت والمال، وفي نفس الوقت غادي يكتسب خبرات كبيرة بخصوص تطوير وصيانة الطائرات المقاتلة الحديثة وبأيادي مغربية. حتى لنا غادي يكون الفيديو سهل، نتلاقاو في الفيديو القادم، مع السلامة.